من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما معنى هذه؟ طبعا التفسير في الكتب التفسير طبعا يعني غريب شوية، يعني القرآن يفسر بما يتوارد إلى قلب المؤمن عندما يقرأه. القرآن نزل لجميع البشر، يعني مثلا أنا مثلا أستغرب إزاي أنا أفسر بكتب المفسرين، بس أنا كل ما عاوز تفسير هلجأ لكتاب مفسر كمان فسره بقلبي. الآية دي دخلت قلبي وقالت لي كذا، فليه ما أخش بالتفسير اللي وصل لي أنا؟ لأن القرآن خطاب العرب باللغة الفصحى والبلاغة. القرآن يخاطب البشر كافة. القرآن يخاطب البشر كافة. ماشي، البشر كافة. نعم. أنا إنسانة بليغ خريج لغة عربية وقلت ما تحكيش، ده واقع وتوارد إلى ذهني. أنت عندما قرأت الآية دي هل فهمتي معناها اللي مكتوب في كتب التفسير؟ لا، ما جاش في دماغي. نستعين. هو ورد، أنا فهمت من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. يدي حاجة ربنا يتعبد كده سبب، يمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما معنى كيده؟ كيده هنا ليست بمعنى كيده، هذا توارد القلب أيضا. كيده هنا ليست بمعنى كيده، كيده هنا تكون بمعنى فعله. فلينظر هل يذهبن فعله هذا، وهو التصدق مثلا، قراءة القرآن، الصلاة، قيام الليل، فعله الذي يعني ايه، يعني اللي هو السبب إلى السماء. فلينظر هل يذهبن فعله هذا ما يغيظ، أي ما يغيظ قلبه أو ما ينغص عليه حياته، الشيء الذي يتعبه يعني بعد أن فعل حسناته وصدقاته وتقرب إلى الله. ما رأيك؟ لا بس هنا يعني أنا شايفة إنها استفهام إنكاري. ما هو فلينظر بعد أن فعل ذلك وتقرب إلى الله هل يذهبن فعله ذلك ما يؤلمه. بالطبع نعم. ما المقصود بأن ينصره الله؟ الإنسان، أي إنسان عايش في الحياة من كان يظن محمد ليه؟ مش سيدنا ما هو الإنسان، القرآن لا ينزل، يعني ما بتنزلش لحد مخصوص، هو نزل سيدنا محمد بس. لما تقرأي أنت ربنا بيكلمك، لما أقرأه أنا ربنا بيكلمني.